السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. في السلسلة الجديدة اللي أنا عايز أشتغل عليها، أنا عايز أحل معاكم 8 أسئلة. الأول عايزك أنت تفكر وتحاول تحلهم، وعايز تحط لنفسك تايم لل8 أسئلة هنشتغل عليه. هم 15 دقيقة، يعني ابروكسيمتلي السؤال في دقيقتين، وده الفترة اللي جاية دايما عايزين نشغل نفسنا على هذا الموضوع. ما تحاولش تتفرج على الفيديو إلا بعد ما تكون عملت المحاولات بتاعتك. تعالى لي. The opposite figure, the correct order of the electric potential of points X و Y و Z is. تعالى لي يا سيدي الفاضل، تعالى لي كده. مبدئيا البوينت دي هنسميها K، هو ما كانش مسميها، انا سميتها K. هنا دي 10 فولت، فيبقى الحته دي جنب النيجاتيف بول يبقى بزيرو، ودي جنب البوزيتيف بول، فيبقى البوتنشال بتاع النقطه دي بيساوي 10 فولت اللي هي الكي. البوتنشال ديفرنس اكروس اكس كي بيساوي اي ار، الكرنت بواحد والريزيستنس ب5، فتطلع ب5 فولت. جميل. نقول ايه؟ يبقى الفي اكس كي بتساوي 5 فولت، يبقى الفي اكس بتساوي، الاول ممكن نقول ايه؟ في اكس كي بتساوي في اكس ماينس في كي. الفي اكس كي قلنا بكام؟ ب5. الفي اكس مش عندي، ماينس الفي كي بكام؟ ب10. كل سنه وانت طيب، ودي دي هناك بالبلس، فيبقى الفي اكس بتساوي 15 فولت. جميل. كيرشوف فيرست لو، داخل 1 امبير وداخل 1 امبير، فيخرجوا هنا 2 امبير. نجيب البوتنشال ديفرنس اكروس كي زد، فبيساوي اي ار 2 تايمز 3، فيطلع ب 6 فولت. جميل. طيب الفي كي زد بتساوي في كي ماينس في زد. كل سنه وانت طيب، فيبقى الفي زد ب 4 فولت. جايز، يبقى هنا دي ب 4 فولت، هنا ده بزيرو، وهنا ده المفروض ب 15 فولت زي ما جبناه. شكرا. فيبقى الترتيب في واي اقل حاجه، يليها في زد، واكبر حاجه في اكس ايها العظماء. اللي بعده. The opposite figure shows a side view of a coil that is placed in a magnetic field. If the coil rotated through 120 degrees in counterclockwise هيلف العكس عقارب الساعة direction. The variation of magnetic flux through the coil versus the variation angle theta. بص، منين ما ارسم علاقة ما بين سيتا واللالالالالو. مين اللالالالالو؟ اللالالالالو ده يطلع التورك، يطلع الفورس، يطلع الانديوس دي ماف، فتطلع عبارة عن ساين جراف. كويس. المagnetic فلكس في الحالة الأولانية في اللحظة الأولانية بيساوي A B ساين 30. يبقى إذن في اللحظة الأولانية المagnetic الماكسيمم فاليو، وبعد 60 ديجريز الكويل الله الله، فيبقى المagnetic 30 المagnetic فلكس النص. بعد 60 ديجريز من اكبر ما يمكن، لان الكويل هيبقى بيربنديكولار. بعد another 60 degrees وهو بيلف هيوصل ل 1، وساعتها يبقى المagnetic فلكس بيساوي نص القيمه تاني ايها. اللي بعده. هنا ده العلاقه بين اللينير فيلوسيتي، كنت ناسي افكرك، في بتساوي اوميجا ار هي الانجولار فيلوسيتي، وار هو الراديوس. خليك فاكر. بص كده، الكويل ده ال تايمز 2 ال يعني 2 ال سكوير، وهنا ال سكوير دي الاريا. خلي بالك الراديوس هنا ب 2 ال اوفر 2، اللي هو يبقى الراديوس بتاع الحته دي ال. هو عايز الريشيو بين الاي ماكس 1 على الاي ماكس 2. الاول الاي ماكس نابو في على ار. تعالوا، النمبر اوف تيرنز في الاولاني ب 10، الفلكس دنسيتي بي، هنعين الاوميجا ونحط بدلها في
اللي هي ال اوفر 2، فيطلع لي الرقم ده يا شبنا الجميل اللي هو 40 ال سكوير بي في اوفر ال. تاني هيبقى ان النمبر اوف تيرمز ب 20 2 ال ب في اوفر ار اللي هي بالال 40 ال سكوير بي في اوفر ال برضه. شكرا يا باشا. يبقى اصبحت الريشيو ما بين الانديوز اي ام اف في الماكسيمم الثانيه ايكوالز 1. يلا معايا على مين؟ شابتر 4. وفي تشابتر 4 عايزين نحط كاباسيتي. خلي بالك الشاب الشاطر الجميل اللي كان بيذاكر حل في السؤال فكان عنده تركايه كده، الحل اهو موجود في الباب. shows a section of electric circuit at the moment of closing the circuit، في لحظة البداية. current بيمر current ليه؟ عشان يشحن الكاباسيتور. أيوه مر الكرنت اللي مقداره 3 أمبير، هو من 2 points A and B. كويس، تعالى لي كده واتفرج معايا. حطيت البطارية ده بوزيتيف وده نيجاتيف ليه؟ ما هو قال لي بالشكل ده 2 علشان ده نيجاتيف، فيبقى البليت ده كونكتد بالبوزيتيف بول، والبول اصبح عندي كلوزد لوب. همشي عشان هطبق في اللوب دي فهمشي بالشكل ده ايها العظماء. فولتج اكروس كاباسيتور بيساوي كيو على سي. الكيو 5 مايكرو فاراد بناء على كلامه، فيطلع 3 فولت. تعال بقى هطبق كيرشوف سكند used by batteries بيساوي مجموع الفولتج كونسيومد باي كم بطارية؟ 3. ادي 1 2 الكباسيتور 3. طيب هخش البطارية دي من النيجاتيف للبوزيتيف، فيبقى الفي اي بي بالبوزيتيف ماينس الفي اي سي. هخش الكباسيتور من البوزيتيف للنيجاتيف يبقى بالنيجاتيف، وهخش البطارية دي من النيجاتيف للبوزيتيف تبقى بالبوزيتيف. الفولتج كونسيومد بيساوي اي ار، الكرنت ب 3 والريزيستنس ب 6 اوم. كل سنه وانت طيب، فيطلع الفولتج اكروس الاي بي بيساوي 6 فولت ايها العظماء الجامدين قوي. اوكي، نشوف السؤال اللي بعده. A light beam of wavelength 510 nanometer has fallen on the surface of photoelectric cell cathode. So photoelectrons of maximum kinetic energy، يعني الضوء ده ناجح إلى إنه قدر يحرر إلكترونات with kinetic energy 0.297 electron volt are emitted. If another beam of wavelength 515 nanometer has fallen on the surface of the same cathode, then بص بقى، قبل ما تبص للاختيارات انا عايز اعرف هو الضوء ابو 515 ناجح ولا فاشل؟ طب ودي هعرفها ازاي؟ لما اجيب الكريتيكال ويف لينث بتاع السيرفيس. اوكي، طب تعالى لي كده بص هنعمل ايه. هنا هنقول ان الكيناتيك انرجي بتساوي انرجي الضوء اللي نازل الانرجي اوف فوتونز ماينس الورك فانكشن. الكينيتيك انرجي 0.297 تايمز 1.6 تايمز 10 to the power of negative 19 عشان احول من ايه؟ من الكترون فولت لجول بتساوي اتش سي على لامدا ماينس الورك فانكشن. اتش 6.625 تايمز 10 to the power of negative 34 بلانكس كونستانت. سي 3 تايمز 10 to the power of 8. لامدا 510 ده الضوء اللي حرر الالكترونات. تمام؟ ترللو، فيطلع لي ان الورك فانكشن ب 3.4 تايم 10 to the power of negative 19 جول. اجيب منها الكريتيكال ويف لينث فيطلع 518 نانومتر. اذا ايه هو الكريتيكال ويف لينث؟ ماكسيمم ويف لينث needed to set the electron free out of the metallic bondage. ده اكبر ويف لينث. اذا ال 515 اللي اداهولي في النص ده ينفع يطلع الكترونات. So 515
able to emit electrons. شكرا. ويبقى الاختيار اللي هو هيبقى مين؟ B، اللي هو photo electrons of maximum kinetic energy that is less than. وطبعا لان الويف لينث زاد يبقى الفريكونسي هيقل، يبقى انرجي الضوء اللي نازل قل بس هيحرر الكترونات، والكيناتيك انرجي اوف emitted electrons تبقى اقل من الرقم ده اللي هو الاولاني. شكرا. نخش على السؤال بتاع chapter 6. If the de Broglie wavelength which is associated with the motion of an electron in certain energy level of radius Rn hydrogen atom equals 2 by Rn over 5. شكرا. احنا عارفين ان n لامدا بتساوي 2 باي r، يعني ال n هنا بكام؟ ب 5. يبقى معنى كده ان الالكترون ده بيروتيتس في الفيفث انرجي ليفل حوالين النيوكليوس. So the minimum energy that should be acquired. حلو قوي، الله ينور عليك يا ابني. تعالالي اللي يحصل، احنا عرفنا ان احنا في الفيفث انرجي ليفل نتيجه لان الان بتساوي 5، يبقى الانرجي بتاعت الفيفث انرجي ليفل لانه هيدروجين اتوم يبقى نيجاتيف 13.6 اوفر ان سكوير اللي هي 25، ولا من شاف ولا من دري، فتبقى الانرجي بنيجاتيف 0.544 الكترون فولت ايها العظماء، ولا من شاف ولا من دري. تعال لي هنا question number 7 بيتكلم على الليزر. The diagram represents the beams emitted by red laser light source and incandescent white light. الله الله الله. شايف الليزر؟ شايف الدايمتر بيريمينز كونستانت فور لونج ديستانس، وشايف هنا الاوردينري لايت سورس اللي بيوبيز ذا انفيرس سكوير لو. تعالى فين اختياراتك يا عمنا؟ in which light source produces a more collimated beam. يبقى الكوليميتد اللي هو الدايمتر ريمينز كونستانت، فيبقى انهي واحد؟ يبقى ذا ريد ليزر لايت سورس. وايها العظماء تعالوا معايا على تشابتر 8 وناخد سؤال تشابتر 8 على ترانزستور. المنظر ده مبدئيا حضرتك شايف ده الاميتر، وطالما الارو خارج لبره يبقى حضرتك عارف ده ان بي ان. الله، البي مع البوزيتيف والان مع النيجاتيف، يبقى ده ترانزستور سويتشد اون. جميل. الفي سي سي بتساوي 1.5 فولت. الله الله الله. وهنا دي مين؟ دي الريزيستنس اوف كوليكتور ب 500، ومعايا الفي سي اي ب 20 ملي فولت، يبقى 20 اوفر 1000 فتطلع 0.02 فولت. ده الفي سي اي. شكرا يا باشا. تعال لي كده اول حاجه نعملها. الفي سي اللي هو الفولتج اكروس كوليكتور بيساوي 1.5 ماينس في سي اي اللي هو ال 0.02، فيطلع الفولتج اكروس كوليكتور 1.48 فولت. طيب تيجي نجيب الكرنت اللي ماشي في الكوليكتور، فيبقى I بتساوي V على R. V 1.48 الفولتج، والار ب 500 امز، فتطلع الكرنت في الكوليكتور بيساوي 2.96 تايمز 10 to the power of negative 3 امبيرز. كويس. هل تعلم يا شابنا الجميل، افكرك ان الكرنت اللي طالع او الالكترونز اللي طالعه من الاميتر حبه في البيز وحبه في الكوليكتور، اللي هو بنقول ايه؟ اي اي بتساوي اي بيز بلس اي كوليكتور. امال ايه؟ تعالى معايا. فيبقى الاي اي بتساوي اي سي اللي احنا جبناها بلس اي بي اللي هو مدهاني في السؤال. تعالى بص كده معايا، مدهاني ولا لا؟ الكرنت اللي في البيز 4 تايم 10 to the power of negative 5. جميل. فعرفت منها ان الاي اي ب 3 تايم 10 to the power of negative 3 امبيرز. بيسأل على الالفا اي اللي تشود بي رقم less than 1، فالالفا اي بتساوي اي سي اللي هو كرنت اوف كوليكتور على كرنت اوف اميتر، فتطلع في الاخر خالص 0.9 يلا 0.9
987 ومن غير يونت لأنها ريشيو ما بين كرنت وكرنت. أول 8 أسئلة نحلهم مع بعض وإن شاء الله هتلاقوا منهم كتير. دايما هحط لك الأول الأسئلة عشان تفكر فيها وبعدين تلاقي الحل على اليوتيوب. شكرا جزيلا ليكم، والأوقات الحلوة بتعدي بسرعة.